سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم تكون مليحه. اليوم جبت لكم وصفه تاني بزاف بنينه وبزاف خفيفه. راني نقترح عليكم وصفات اللي تقدروا ديروهم دوكا وتقدروا ديروهم تاني في رمضان ان شاء الله الا كنا ملحيين. كيما هذه توالم دوكا تتعشوا بها، تفطروا بها، تحبوا ديروا سوب خفيفه معاها، تقدروا تتعشوا بها وحدها. حنا والله غير تعشينا بها وحدها. وتاني تقدروا ديروها في رمضان. بيتزا مكسيكان بزاف بزاف، جات طريه خفيفه وبزاف بنينه. درت لكم عجينه سهله واقتصاديه ما فيهاش مكونات، المكونات قاعدتك موجوده عندكم في المنزل. وكما راكم تشوفوا فيها الطراوه والخفه جات كيما اللي تتباع برا. شفتوا هذيك اللي نشروها برا، هذيك العجينه الطريه هكذا وجات احسن من تاع برا يعني الصراحه. ودرت لكم حشو بزاف بزاف بنين وسهل. نبداو الوصفه ونبداو بالعجينه تاعنا. نحتاج زوج اكواب تاع الماء يكون دافي. اذا عندكم الحليب ديروا كوب تاع ماء وكوب تاع حليب. انا ما كانش عندي الحليب، عوضته بملعقه تاع حليب البودره اللحظه. يعني نديروا حاجه تاع مشتقات الحليب كيما موالفه نقول لكم باش تجينا هذيك العجينه طريه. تقدروا ديروا علبه تاع ياغورت طبيعي، علبه تاع الجبن الطازج طبيعي، في عود ما ديروا ملعقه تاع لحظه ولا في بلاصه الحليب. درت زوج كيسان تاع الماء يكونوا دافين، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز وزوج ملاعق كبار تاع السكر. خلط كلش مليح 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 حتى هذيك الخميره تاع الخبز دابت لي في هذاك الماء. من بعد زدت الفرينه ديروا عينكم ميزانكم حتى وين تنضم لكم العجينه. انا درت مع الاول حوالي نقولوا 4 كيسان فرينه. زدت ملعقه صغيره تاع الملح، ملعقه كبيره تاع اللحظه حليب البودره، وربع كاس تاع الزيت. وراح نزيد ربع كيس تاع خميره الحلويات، حوالي نصف ملعقه صغيره. قلت لكم انا درت حليب البودره اللحظه لانه ما كانش عندي حليب عادي. قلت لكم اي حاجه مشتقات الحليب درتهم قاعيتك في العجان. تقدروا تستعملوا يدكم، ديروها تتعجن حتى وين تحصلوا على عجينه تكون تتلاصق في اليد. ما تكثروا لهاش الفرينه، ما تيبسوهاش وعجنوها شويه مليح، يعني تتجانس فقط، ماشي شرط تعجنوا وتدلكوا. تتجانس فقط. نغطوها ونخلوها تخمر. وريت لكم كيفاش راهي تلصق في اليد. الحشو واش نحتاجو؟ عندنا زوج حبات تاع الجزر الزروديه رحيتهم، مع حبه تاع بصل تكون كبيره، شويه تاع الملح، شويه تاع الزيت وشويه تاع الماء. وراح نقليها ونغطي ونخلي هذيك الزروديه طيب مليح مليح. لازم تطيب مليح مليح. من بعد نزيدوا لها شويه تاع الزيت ونقعدوا نقلوا فيها باش تتعسل وتجي بنينه. هكذا تاني ولادكم ياكلوا الخضره وما راحش يفيقوا باللي هذه الزروديه، سورتو اللي ما يحبوش ياكلوا الزروديه. جات بزاف بزاف بنينه، ما تبانش كاع زروديه. سورتو كي راح نزيدوا لها الطون. شوفوا انا درت زوج علب تاع الطون تاع الزيت، نحيت لهم الزيت وحده الاولانيه بقى فيها شويه زيت ما شفتوش. نتوما تقدروا ديروا علبه واحده، تقدروا ديروا زوج علب. هي علبه واحده تكفي باش تطلق لكم البنه هكذا، باش ما ديروش الدجاج وما ديروش اللحم. واللي ما يحبش الطون وحب يديرها تقدروا ديروها غير هكا زروديه وبصل واجبان وفلفل كحل والملح. ولا تحبوا ديروا دجاج يزيد يطيب معاهم، بولي اشي ولا فيونداشي شويه هكا على البنه، يبقى الاختيار ليكم. هنايا درت الفلفل الكحل ودرت الملح. من بعد درت انواع تاع الجبن، درت الجبن الطاري وعندي الجبن المبشور اللي نشروه عادي، ماشي هذاك الواو، عادي نشروه بالميزان هكا باش ما نديروش كريمه الطبخ، ما نديروش اي حاجه. هكا فرامج راح تجي معسله وتجي بنينه ويذوب كلش. نجو العجينه تاعنا نلقاوها خمرت. ديروا الفرن تاعكم يسخن، لازم الفرن يكون سخون مليح. هنا درت الفرينه من الفوق، راح نهبط الجناب بلا كوبات. من بعد نعجنها نديكازيها مليح مليح ونقسمها الى كويرات. الكميه تاع العجينه هذه تاع زوج كيسان اللي وريتهم لكم ديروا لي حوالي 4 خبزات بيتزا مكسيكا في هادو السنيوات اللي يتباعوا تاع البيتزا. اسمع اذا كانت سنيوه كبيره شويه دير لكم زوج، ولا تقدروا ديروها في السنيوه الكبيره قاعدتك وتقطعوها مربعات، ماشي شرط ديروها في السنيوه المدوره. هنايا دوكا راني نفتح فيها. درت الفرينه في الجناب باش ما تلصقليش لانه العجينه تاعنا بزاف طريه. راني نفتح فيها على شكل دائره، ماشي شرط شكل دائره، فتحوا برك سيداتي من بعد تقطعوا الجناب. السنيوه ديالي دهنتها بشويه
بشويه زيت ورشيتها بشويه فرينه هكذا باش نضمن قاعيتك ما تلصقليش. هنا هاي ليك شوفوا حليتها، ما تحلوهاش خشينه لانه فيها الخميره تاع الخبز وفيها الخميره تاع الحلوه، باش ما تجيكمش خشينه ومعجنه. حلوها فريمون تكون رقيقه كيما راكم تشوفوا فيها، حليتها انا رقيقه. هنا كنت مطيبه الصلصه تاع البيتزا، الصلصه تاع البيتزا نطيبوها عادي كيما موالفين نطيبوها. حبه بصل متوسطه مع زوج سنينات تاع الثوم، زوج ورقات تاع الرند، الزعتره، نقليهم مليح 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 مليح، لازم يتقلاو ويتعسلوا باش تجيب لينا. نزيدوا الطماطم، فلفل الكحل، كمون، وتاني شويه تاع الملح، نخلوها طيب مع نزيد لها بعد الاخر شويه تاع السكر باش ما تجيش قارصه ونرحيها. هذا ما كان هكا نطيب صلصه تاع البيتزا. وتحبوا ما ديروش صلصه تاع البيتزا، ديروا غير هذا الحشو، ولا تحبوا ديروا صلصه تاع البيتزا بلا هذا الحشو، ديروا صلصه تاع البيتزا فقط تجي تاني بنينه. هنا درت الحشو هذاك تاع الزروديه فوقه بالطون تاني. من بعد دهنت الجناب بالبيض وراح نفتح الطبقه الثانيه. شتوك راهي رقيقه، واش راكم تشوفوا فيها باللي راهي رقيقه، على بها قلت لكم لازم نحلوها رقيقه مع زيت تنفخ شويه تجي سوا كيما في بدايه الفيديو هكا كيما نشروها من برا رقيقه. دوكا هنايا راني حطيتها فوق هذاك الحشو ديالي وراني نغلق فيها باطراف الاصابع مليح، غلقوها مليح باش كي تكون الطيب ما تتفتح لكمش. واذا كانوا عندكم هذا الزوائد قطعوهم هكذا بالموس. وتحبوا ديروا اي اضافات تقدروا ديروها، وكما قلت لكم تقدروا هكذا العجينه تاعكم تحلوها في سنيوه كبيره 40 على 40، تقسموها على زوج، ديروا سنيوه كبيره وراكي طيبتي سنيوه وتهنيتي وتقسميها الى مربعات في عود ما تقعدي تفتحي وديري سنيوات. هنا هايليك شوفوا نحيت الزائد وراني نغلق فيها قاعيتك في الجناب مليح مليح. من بعد راح ندهنها من الفوق بالبيض، حكمت حبه بيض دربتها مليح وراني ندهن فيها من الفوق بدون اي اضافات، درت غير البيض. شوفوا صراحة اقتصادية وجات بزاف بنينة وخفيفة. قلت لكم كاين عفايس تقدروا تستغناو عليهم ما ديروهمش، المهم العجينة راهي اقتصادية والحشو تاني اقتصادي، وعطيت لكم البدائل اللي تقدروا ديروهم لو كان زعما ما تكونش عندكم هذيك الحاجة. هنا بعد ما دهنتها قاعيتك بالبيض مليح راح ندير الزيتون، راح ندير الزيتون الاسود في الجناب، وعندي هذاك الزيتون الاخضر حكمته قطعته الى شرائح رقاق، وتاني عندي هذاك الزيتون الفيولي. وانتوما ماشي شرط تكثروا الانواع تاع الزيتون، تقدروا ديروا زيتون الكحل مع شويه تاع الفلفل باش يمد لها اللون، وتقدروا زيتون الكحل برك وترشوها بالمعدنوس. انا سنيوه الاخرى درت زيتون الكحل ورشيتها بالمعدنوس، درتها في سنيوه كاري وقطعتها مكعبات. هذا ما كان. هنا درت هذا قلت لكم الزيتون الفيولي الاخضر والكحل. من بعد حسيت باللي راهي خاصتها حاجه خضراء، احكمت راس فلفل قطعته الى شرائح رقاق وحطيتهم قاعيتك من الفوق. والدزيام درت لها الموتزاريلا في الوسط، تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش، هذاك بقى اختياري ليكم. من بعد الفرن تاعكم يكون سخون مليح راح ندخلوها طيب على 200 درجه من الاسفل. كي طيب من الاسفل نشعلوا لها من الفوق تحمر. شوفوا هنا كيفاش تنفخها باش تعرفوا بلي تجي فارغه. كي نشعلوا لها من الفوق نخلوها تحمر، غير تحمر نخرجوها غطوها بطرشونه باش شويه تطرى لكم، وقدموها بصحتكم جربوها.